تعالى اقول لك اعملي كيكه التايجر الجميله دي ازاي وتطلع معاكي هشه ومكونات مظبوطه، وازاي الطبقات بتاعتها تطلع جميله وطعم الشوكولاته. وهقول لك المكون اللي انا استخدمته في الشوكولاته بتاعتها طعمه عامل ازاي. خليكي معايا للنهايه وشوفي الفيديو هيعجبك قوي. والخطوات بتاعته سهله وبسيطه ومن غير خلاط ولا كبه ولا اي حاجه، كله على ايديك هتعمليها. اول حاجه هجيب 4 بيضات بدرجه حراره طبعا المطبخ، باكو فانيليا ومعلقه خل عشان بتخلي الكيكه هشه وبتبقى فاتحه معاكي، كوبايه سكر وهقلبهم بالمضرب اليدوي عادي جدا. دي كوبايه زيت عليها معلقتين سمنه او زبده اللي يريحك، او كوبايه زيت بس، وكوبايه لبن. كل ده بدرجه حراره المطبخ زي ما قلت لك، لازم تكوني حطاه في المطبخ. طبعا انا هنا جبت كوبايتين ونص دقيق وهحط عليهم باكو كيك شيف او بيكنج باودر اللي يعجبك واللي بتستخدميه حطيه على الكيكه. هنا انا كنت بحضر المكونات وبشغلها الفرن على درجه حراره 180 بتسخن معايا. هقلب بقى المكونات الجافة دي كلها مع بعض مع المكونات السايلة، وكله في اتجاه واحد. هقسم المكونين نصين في بولة عشان خاطر هقلب ايه، خليط من الشوكولاتة. الشوكولاتة اللي انا مستخدماها معايا هنا هي كاكاو الدريم. احلى طعم هتاكليه في الشوكولاتة هي كاكاو الدريم، نضيفة وجميلة جدا، وكمان طعمها حلو قوي، طعمها طعم شوكولاته. هجيب بقى القالب اللي انا هشتغل بيه، دي صينيه مقاس 20، وهنزل كده بمعلقه شوكولاته، معلقه كيكه عاديه فانيليا، وهعمل الطبقات. ولازم تعملي فيها الخطوط دي زي ما انت شايفه عشان تطلع معاكي حلوه. طبعا الفرن شغال معايا زي ما قلت لكم من قبل ما احضر المكونات، بشغل الفرن وبسيبها تسخن معايا واحط الكيكه على طول في الفرن. ودي كان شكلها النهائي جميله وهشه. بصوا عامله ازاي، ده كده تعرفي ان الكيكه نجحت معاكي لما تضغطي عليها وترجع تاني زي ما هي كده. دي كده ده من نجاح الكيكه. جميله قوي وطعمها حلو قوي، وطعم الشوكولاته بتاع الدريم بجد هايله جدا. عايزاكم تجربوا الوصفه وتقولي رايكم في التعليقات، واشوفكم على خير في وصفات جديده.